أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم. كما تعلمون أن أهل الساقفة يتهمون الشيعة بأنهم يتبعون عبد الله بن سبأ وأنهم سبائية. فإذا كان الأمر كذلك فنحن سنلزمكم بالآتي: شاهدوا معي ماذا قال شيخهم وعالمهم عثمان الخميس في كتابه حقبة من التاريخ لعثمان بن محمد الخميس. بدء الفتنة، أسباب الفتنة. السبب الأول، وهو سبب رئيسي، رجل يهودي يقال له عبد الله بن سبأ. وقد تسالم المتقدمون على إثبات هذه الشخصية، بل ونسبوا فرقة من فرق المبتدعة إلى عبد الله بن سبأ فسموها السبائية أو سبائية. يقول: وقد تسالم المتقدمون على إثبات هذه الشخصية. هل هذا الكلام صحيح؟ لنسأل أحد مشايخهم ماذا يقول. الأخ يسأل سؤالا: هل وقفتم على سند ثابت يثبت شخصية عبد الله بن سبأ؟ أقول وبالله التوفيق: لم أقف على سند ثابت بذلك، إنما هي أقوال للمؤرخين. أما كسند ثابت فلم أقف على أي سند ثابت بذلك إلا سندا في راو كذاب. يقول: لا يوجد سند واحد صحيح. إذن عند أهل السقيفة شخصية عبد الله بن سبأ شخصية وهمية خيالية لا وجود لها، ولست أنا من يقول هذا. الآن نكمل ما قاله عثمان الخميس في كتابه: ومن دعاته الذين ساهموا في نشر دعوته. والآن سيذكر لنا بعض الشخصيات من أتباع عبد الله بن سبأ التي روجت واتبعت وساهمت في نشر دعوته. سيذكر عدة شخصيات، ولكن الشخصية التي تهمنا هي هذه. نشاهد: عبد الرحمن بن عديس البلوي، عبد الله بن زيد بن ورقاء، عمرو بن الحمق الخزاعي. الآن تعالوا معي مشاهدينا الكرام لنتعرف على هذه الشخصيات التي اتبعت وروجت وساهمت في نشر دعوة عبد الله بن سبأ، يعني كانوا من أتباع عبد الله بن سبأ، كانوا سبائية. نبدأ مع الشخصية الأولى: عبد الرحمن بن عديس البلوي. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. عبد الرحمن بن عديس، قال ابن سعد: صحب النبي صلى الله عليه وآله وسمع منه وشهد فتح مصر، وكان في من صار إلى عثمان. وقال ابن البرقي والبغوي وغيرهما: كان ممن بايع تحت الشجرة. وقال ابن حاتم عن أبيه: له صحبة. وقال ابن يونس: بايع تحت الشجرة وشهد فتح مصر واختط بها، وكان من الفرسان، ثم كان رئيس الخيل التي صارت من مصر إلى عثمان في الفتنة. هنا الطامة الكبرى في دين أهل السقيفة. عبد الرحمن بن عديس البلوي صحابي وممن بايع تحت الشجرة. ماذا فعل هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه وهو في الجنة؟ كان من أتباع عبد الله بن سبأ، يعني صحابي سبائي. الله أكبر عليكم يا وهابية، الصحابة يتبعون عبد الله بن سبأ ونحن لا نعلم؟ ولا فقط كان سبائي، بل ورئيس الجيش الذين قتلوا عثمان. نذهب إلى الشخصية الثانية: عبد الله بن زيد بن ورقاء. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. عبد الله بديل بن ورقاء الخزاعي. قال الطبراني وغيره: أسلم يوم الفتح مع أبيه، وشهد حنينا والطائف وتبوك. وقال ابن الكلبي: كان هو وأخوه عبد الرحمن رسولي رسول الله إلى اليمن، ثم شهدا صفين مع علي وقتل بها. الله أكبر، صحابي آخر من أصحاب رسول الله كان من أتباع عبد الله بن سبأ، يعني كان سبائي. ما هذا يا أهل السقيفة؟ الصحابة سبائية؟ نذهب إلى الشخصية الثالثة: عمرو بن الحمق الخزاعي. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. عمرو بن الحمق، قال ابن سكن: له صحبة. وقال أبو عمر: هاجر بعد الحديبية. الله أكبر يا وهابي، هذا الصحابي الثالث من أتباع عبد الله بن سبأ، وممن كانوا يروجون له، وأيضا ممن قتل عثمان. نشاهد أحد مشايخهم وهو يتحدث عن هذا الصحابي: كما سترون الآن هذا الغبي الوقح الأحمق ابن الحمق الخزاعي وهو يطعن عثمان رضي الله عنه 9 طعنات، ويقول: طعنت عثمان 9 طعنات، 3 طعنات لله تعالى و6 طعنات لما كان في صدري عليه. ولو صدق الكاذب الوقح المجرم الخبيث لقال: طعنته 9 طعنات لما كان في صدري عليه. ليس فيها شيء لله. وكيف يكون؟ كيف يكون في قتل عثمان شيء لله تعالى؟ أخطأت وأنا بنقل أثر وأنا بحقق أخطر حقبة تاريخية في الفتنة بين الصحابة،
ونقلت أثرا، وسبحان ربي يعني أنا بقالي سنة شغال في تحقيق الآثار المتعلقة بالفتنة بين الصحابة، وهذا الأثر عشان رب العزة سبحانه وتعالى يقول لي تأدب واعرف قدرك، وما فيش حد أكبر من الوقوع في الخطأ أو الزلل. الأثر أنقله دون ما تحقيق، اللي هو عن عمرو بن الحمق الخزاعي. وأنا ظنيت لأن لما ذكر اسم عمرو بن الحمق الخزاعي في أولئك الذين شاركوا في قتل عثمان لم يخطر بقلبي ولا ببالي، عشان تعرف سبحان الله الضعف البشري، لم يخطر بقلبي ولا بعقلي ولا ببالي، مع إني قاعد بحقق الروايات، إن يكون ده عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي أبدا، وإنما ظننت أنه واحد من أولئك التابعين الذين خرجوا شاركوا في الفتنة في قتل عثمان، فذكرت اسمه وذكرت من بين أولئك المفتونين الذين شاركوا في هذه الفتنة وقتل عثمان. وإذ بأحد الأفاضل بعد سنة بعد 2 يقول لي يا شيخ محمد ده عمرو بن الحمق الخزاعي ده الصحابي. قلت لا مش ممكن، وبت ليلى لا يعلم حالي إلا الله والله العظيم. ورجعت بقى على كتب الرجال وكتب وأدور، مش ممكن لا يمكن يكون هو الصحابي، مستحيل. ده يخالف معتقدي في الصحابة. ده أنا بقول لا يتحدث عن الصحابة رجل مشوش الفكر مريض القلب زائغ العقيدة، بل الحديث عنهم يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة لأراجيف المغرضين والكذابين والضعيف. وبعد كل ده لا يمكن يكون ده الصحابي. قلت لا يمكن. قال لي لا، عاوزك تراجع المسألة. وليلة يا إخواننا وليلة تانية وليلة تالتة، وأدور وأسأل إخواني من أهل الفضل والعلم، قالوا لا نعلم إلا هذا الاسم، وهو عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي رضي الله عنه. يا الله، الصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم عدول. ما شاء الله، صحابي رضي الله عنه قتل صحابي رضي الله عنه، وكلهم في الجنة وكلهم عدول. ما هذا الدين؟ المهم كل هذا لا يهمنا. الآن نأتي إلى الإلزام. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبايعوا تحت الشجرة كانوا من أتباع عبد الله بن سبأ. الآن أنتم بين خيارين. الاختيار الأول هو أن تكذبوا شخصية عبد الله بن سبأ وتقولوا أنها شخصية وهمية خرافية. لماذا؟ لكي تحافظوا على كرامة هؤلاء الصحابة الذين كانوا يتبعون وشاركوا في قتل عثمان. أو تختاروا الاختيار الثاني، وهو أن تقولوا أن عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية، وإذا قلتم هذا ستطعنون في هؤلاء الصحابة بأنهم سبئية من أتباع عبد الله بن سبأ. فكل من يتهم الشيعة بأنهم سبئية فهو يتهم هؤلاء الصحابة بأنهم سبئية. وإن شاء الله سيأتي بحث مفصل عن شخصية عبد الله بن سبأ. أما هذا فقط إلزام بسيط وظريف، وأترك الاختيار لأهل السقيفة، إما الصحابة سبئية أو عبد الله بن سبأ خرافة. هذا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.